بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكلمكم عن حاجه كويسه قوي، واكتريت اصحابي وحبايبي والناس اللي متابعاني على القناه كلموني عنها، وهي تهجين الحمام. بص يا رجاله، بالنسبه لتهجين الحمام انا شغلته في كذا حاجه. بالنسبه للانواع اللي هي الانواع الحمام اللي بيطير او الحمام الزينه، بصراحه ما ظبطش معايا. فالحمام اللي بيطير او حمام الزينه للاسف بيديك تأصيلات مش حلوه، وبيديك حمام بزراميل كده ملوش لازمه. انا ظبط معايا في الحمام اللحم، يعني انا ظبط معايا في الحمام اللحم. ومن احسن التهجينات اللي انا هجنتها هو الحمام الكينجي مع الحمام اللاحم. يعني بصوا حضراتكم كده، الفرد، ادخل الكاميرا بس جوه. الفرد ده كينجي اهو، الفرد ده كينجي. هجنته مع لاحم فرنساوي، الحمامه البيضه دي. يبقى انا هجنت الحمام الكينج اهو، الحمام الكينج ده مع اللحم الفرنساوي. الدكر كينج اهو، الدكر كينج والنتايه لاحم فرنساوي. دي من التهجينات اللي ظبطت معايا، وظبطت معايا الكلام 100 100. طيب النتايه لاحم فرنساوي اهي. النتايه دي لاحم بسم الله ما شاء الله، بتلحم العش في العش. طب جات لي الفكره دي ازاي؟ جات لي الفكره ديت لما مسكت لقيت الحمام عندي. مثلا الحمام الكينج ده بسم الله ما شاء الله بيلحم العش في الايه، بيلحم العش في العش. تعالي بس، رايحه فين؟ استنى. لقيت الحمام الكينج ده بيلحم العش في العش، الحمام اللاحم معلش بيلحم العش في العش. والحمام الكينج حجمه كبير. فقلت يا ابني طب ما تشغل دماغك، الحم الايه، شغل الاتنين مع بعض يدوك حمام يكون مثلا فيه مواصفات الكينج اللي هو الحجم الكبير، ومواصفات اللاحم اللي هو الحمان العش في العش. ماشي. يبقى انا عملت التجربه ديت على جوز حمام النتايه لاحم فرنساوي والدكر كينج. التجربه دي والله ظبطت معايا 100 100، ظبطت معايا 100 100. بحيث ادتني الدكر كينج اهو. معلش اصل انا حابس الحمام انا ما بحبسوش عندي، انا حابسه بس عشان اعرف اصوره، فهو خايف من الايه، من الحبس. دي الكلمه اللي انا قلت لاخواتي، لو الحمام متربي عندك سايب ما تحبسوش، لان هيقعد يجري كده كانه زي المحبوس بالظبط. النتايه اهي، النتايه لاحم فرنساوي. مش عارف الكاميرا جايباها ولا لا، ادخل لكم الموبايل جوه اهو. بص الدكر كينج غول، الدكر كينج غول، والنتايه بتاعته البيضه اللي جوه ديت نتايه لاحم فرنساوي. التهجين ده طلع كويس معايا خالص. الكينج مع الكينج حلو، بس الكينج قليل لما بيلحم العش في العش، شغله عادي طبيعي، ولازم تديله كالسيوم كتير وتديله حاجات كتير. اللاحم بسم الله ما شاء الله، بس حاول تجيب سلاله نقيه من اللاحم، يعني حاول تجيب من اللاحم سلاله نقيه بحيث تلحم العش في العش وتكون مجربها عندك. مش اي حمامه بيضه هتبقى لاحم فرنساوي. ماشي يا جماعه، مش اي حمامه بيضه لاحم فرنساوي. الحمامه البيضه لازم تكون فيها مواصفات اللاحم اللي هي بتجيب لك العش في العش، ويا دوب على ما تطلع زغاليل تكون باضت. يعني يا دوب زغاليلها كده، يا دوب زغاليلها عمرهم 20 يوم ولا حاجه، تبص تلاقي ربنا كرمها وباضت. طيب دول ادوني خليك معايا كده ثواني، هجيب لك انا الجيل الاول منها. مين؟ خليكم بس معايا بالراحه عشان الفيديو ده عايز تركيز شويه. يبقى الدكر كينج اهو، الدكر كينج الازرق ده، والنتايه لاحم فرنساوي. ثانيه واحده اجيب لك الجيل الاول بتاعهم. بص بقى يا معلمي، جاب لي لما انا هجنت الكينج مع اللحمه الفرنساوي. بسم الله ما شاء الله، جاب لي حمامه تقيله خالص. جاب لي الحمامه البيضه دي، ده الجيل الاول، ده اول حاجه انا عملتها في التهجين. جاب لي الحمامه اللي هي البيضه ملطشه دي، شبه امها يعني، فيها الابيض ملطش. وجاب لي الدكر الازرق ده اهو. بص كده، ده الجيل الاول. جاب لي احجام حلوه خالص، خلي بالكم. بس بقى ما فيهوش رفع الديل الكينج ولا ولا تكشيره الكينج، بس في حجم. ده حمامه حجم، يعني الحمامه، بص الحمامه قد ايه، بسم الله ما شاء الله اهي. جاب لي الحمامه السوداء ديت اهي، الحمامه السوداء دي ذكر ان شاء الله بنسبه كبيره. وجاب الحمامه البيضه ديت، دي نتايه اهي. يبقى انا لما هجنت الذكر الحمام الكينج مع النتايه اللحم الفرنساوي، جاب لي الذكر الازرق ده، ذكر بسم الله ما شاء الله، ويديك حجم عملاق. بص حجم قد ايه، بسم الله ما شاء الله، عملاق. والنتايه برضو نفس الحجم، يعني اداني حمامتين حجم جامد، بس مش زي الكينج ولا زي اللاحم. يعني مش زي الكينج في الشكل والتكويره، الكينج بيبقى مكور، ده مش مكور، طويل مفرود شويه اهي. النتايه يعني مفروده فيها فرده شويه اهي، النتايه فيها فرده شويه، والذكر برضو.
وفي نفس الوقت يعني قد اللحم الفرنساوي مرة ونص. يبقى انت كده عملت، جبت حجم كويس حمامة، حجم كويس، وجبت هنشوفوا بقى السلالة دي عملت معايا ايه. السلالة دي انا جوزتها لبعض، عايز اشوفها هتديني ايه. بص بقى يا معلمي اهو، قلنا ده الجيل الاول. اتقل معايا كده يا باشا اهو بالراحه عشان نركز. الجيل الاول من الحمامه الكينج، الذكر كينج اصلي والنتايه لحم فرنساوي اصلي. ده الاول، اول حاجه جوزتهم. تاني حاجه جابوا لي الجيل الاول، الجوز اللي انا موريهم لك دول جوز اهم، لا هم لاحم ولا هم كينج. عايز اشوفهم بقى في الجيل التاني هيدوني ايه. ثانيه واحده اجيب لك الجيل التاني. بص يا معلمي معايا كده بالراحه. لما انا جوزت بقى الذكر اللي هو جاي ابوه لاحم ابوه كينج اصلي وامه لاحم فرنساوي، ادوني الجزء اللي انا لسه موريهم لكم. ما جوزتهم لبعض بقى، اللي هم الجواز اللي طالعه من اللاحم والكينج، جابوا لي دول اهو. جابوا برضو ذكر ان شاء الله الاسود ده يطلع ذكر اهو، بسم الله ما شاء الله، حجم عملاق اهو اهو. وجابوا دي برضو ان شاء الله البيضه دي اللي هي قلنا فيها من الايه، من اللاحم. ده الجيل الثاني اهو، بسم الله ما شاء الله، حجم محترم اهو. بص يا معلمي اهو، مش عارف باين معاكم التصوير ولا لا اهو. بص انا شايل الفرد اهو، الفرد اهو، هوريك الفرد قدامك اهو. يبقى انا لما جوزت الحمام اللي هو البزراميط اللي طالع من الكينج واللاحم، جوزتهم لبعض ادوني الحمام ده. الحمامه دي تحس ان فيها كينج برضه سبحان الله اهي. بص الحمامه البيضه دي تحس ان هي فيها كينج، يعني رفع الديل سنه، وفيها ايه تكشيره بسيطه شبه الكينج، وفيها كسحه رجل لو خدت بالك اهي، كسحه رجل اهي، يعني فيها من الكينج. يبقى دي بدات تجيب من الجدود، دي بدات تجيب مواصفات من الجدود. يبقى انا جوزت الكينج مع اللحم الفرنساوي، اداني الجزء اللي انا وريته لكم الاول، اللي هو الذكر كان ازرق والنتايه كانت بيضه فيها اصفر. بعد كده لما جوزت الذكر والنتايه دول، ادوني النتايه اللي هي ابيض اهي زغلول لسه اهي، ده زغلول ان شاء الله تطلع نتايه. وادوني الفرد الاسود، جاب لون اسود اهو. يبقى الازرق الكينج جاب كان ازرق فاتح، جاب ازرق غامق، بعد كده جاب اسود. البيضه جابت بيضه ملطشه باصفر، بعد كده جابت لي بيضه ملطشه بني اهو تقريبا ولون اسود في الديل اهو. ده الجيل الايه، ده الجيل الثاني. تعالى بقى، انا كنت مجوز لحم لكينج برضو، وده كان الجيل الثالث بتاعهم، بس الاهالي بتاعتهم مش موجوده، يعني الاهالي بتاعتهم مش موجوده، الاهالي الاصليه. ده يعتبر بالنسبه لي الجيل الثالث، انا لسه ما عملتوش هنا، بس هو بنسبه كبيره ان شاء الله يطلع زي ده، لان ده تقريبا نفس الشغل اللي انا كنت شغاله. كنت برضو شغاله مع كينج ولاحم، جيل اول وجيل ثاني، وجوزت الجيل الثالث لبعضه، جاب لي دول اهو. يعتبر دول مش الجيل الثالث من اللي انا لسه مهرم لكم، بس يعتبر جيل ثالث برضو اهو. جاب ايه بقى؟ جاب كينج اسود اهو، كينج اسود زغلول لسه اهو، عمر تقريبا 20 يوم. وجاب بيضه بفته تقريبا جايبه للاحم، بيضه بفته اهي، دي تقريبا لاحم. طيب دي بيضه بفته للاحم اهو. طب تعالى اوريك بقى الجيل الثالث ده، انا مجوزه عندي هناك، هشوفه بيلحم العش في العش ولا لا. تعالى معايا كده، والله بيلحم العش في العش. الجيل الثالث اللي هو من الاب الكينج والام اللاحم اهي. تعالى كده اهي يا معلم اهي، ادي الكينج وكان جوزها، دي لاحم وجوزها كان كينج. بص جابوا زغاليل ايه، بص جابوا فرد اسود وجابوا فرد بني اهي. النتايه اهي، النتايه دي ايه؟ النتايه دي كينج نتايه كينج اصليه. وادي الاب اهو، وادي العيال اهي، الاب بتاعها ابن كينج ولاحم. جابت بص اهي يا باشا، بتلحم العش في العش اهي. العيالها اهم اهو، العيال اهم، ولسه جايبه الايه، جايبه البيضه. يبقى انا برضو مجوز دي لاحم اصلي، اللي انا وريتها لكم دي لاحم اصلي، بس جوزها مين؟ جوزها ابن لاحم وكينج، جوزها ابن لاحم وكينج. هجيبه لكم اصوره لكم واجيبه لكم. جوزها ابن لاحم وكينج. ليه بقى؟ ما انا ما ينفعش اجوز ابن لاحم وكينج لابن لاحم وكينج، كده الصفه معايا هي هتتغير. لا، ابن لاحم وكينج مع لاحم، والله العظيم هتبيض معاك، هتلحم العش في العش. تمام كده. هجيب لك جوزها اهو، ثانيه واحده. ابن لاحم وكينج، جوزته الكينج، جاب سلاله اصليه. ثانيه واحده واجيبه لك، ثانيه واحده واجيبه لك.
اهو يا معلمي. الذكر ده ابن لاحم وكينج. ابن ايه؟ ابن لاحم وكينج. بص حلوف ازاي، والله حجم حلوف، بس مش زي ابوه اللي هو التكشيره والتكويره، لا هو مفرود شويه، بس راسه كبيره اهو. ومش زي اللحم امه، لان اللحم امه حجمها صغير، ده حجمه بص بص عامل ازاي. ده البتاع العين اللي انا حاطه فيها دي واخداه بالعافيه. بص العين اهي، العين اهي، العين واخداه بالعافيه، بيخبط من الناحيه دي ومن الناحيه دي. ده يا معلمي لما انا جوزته كينج اصلي بقى يلحم العش في العش، ويجيب زغاليل حلوه ويلحم العش في العش. هو ده اللي انا وصلت له، دي تجربتي والله الشخصيه في الجيل الثالث. يبقى انا الجيل الاول جوزت لاحم اصلي مع كينج اصلي، اداني احجام كويسه، مسكت الاحجام ديت جوزتها لبعضها، جابوا لي برضه احجام كويسه. جيت جايب الجيل الثالث مجوزه ايه بقى؟ ام كينج اصلي، عشان هو يحمل الصفات الاساسيه من الاب الكينج اللي هو الذكر ده. الذكر ده امه ايه؟ امه لاحم وابوه كينج من الجيل الثالث. ما اروحش اجوزه بقى لبزراميط ابوه لاحم وكينج والثانيه برضه امها لاحم وكينج، لا جوزها اصلي بقى يا باشا. في المره دي بقى جوز اصلي في الجيل الثالث، جوز لاحم اصلي مع كينج يكون بزراميط، يعني كينج زي ده كده ابوه كان كينج وامه كانت لاحم من الجيل الثالث. ده يا باشا ده الذكر. بص الذكر قد ايه اهو، بص الذكر قد ايه اهو، ذكر حلوف، ذكر بسم الله ما شاء الله، ذكر حلوف ماشي. دي احسن تهجينات هجنتها وظبطت معايا. ده اخر جيل عندي من اللحم والكينج اهو، ده اخر جيل عندي من اللحم والكينج. مديني زغلولين اهم، زغلول ابيض بفتة تقريبا، ده جايب الجده لاحم، وده جايب الاسود، ده جايب هيطلع ذكر. بص بص في الشراسه بتاعت الشراسه بتاعت الكينج بيضرب كده وبيعمل، والنتايه هاديه وايه اهي. يعني دي اللي انا هجنته بالنسبه للحم والكينج، جيل اول وجيل ثاني وجيل ثالث. دي تجربتي الشخصيه، انا يعني حبيت احكي عنها عشان صحابنا وحبايبنا اللي يعني بيسالني على موضوع التهجينات. كذا حد يعني بعت لي في التعليقات عايز موضوع التهجينات اللحم مع الكينج. الموضوع ده كويس والله وظابط معايا، بس زي ما قلت لحضراتكم الموضوع ده ما ينفعش الا في الحمام، ما ينفعش الا في الحمام اللحم. الحمام اللي انت هتعمله لحم او حمام فيه صفه حلوه زي اللحم مثلا، بتلحم العش في العش. وانا عندي الكينج يعني بطيء شويه عن اللحم، فدخل ده في ده، فاشوفهم هيعملوا ايه. الموضوع ده بسم الله ما شاء الله، الموضوع ده كويس خالص وبيجيب معاك حاجات كويسه. انا عن نفسي جربته شخصيا، والله ظبط معايا وحلو يعني. لو عجبك الفيديو دوس لنا على اللايك واشترك في القناه لو انت مهتم بالحمام الكينج. انا بسم الله ما شاء الله يعني بفهم فيه كويس. شوفوا الفيديوهات اللي انتوا عايزينها بالنسبه للكينج وانا احطها لكم. يعني انا عملت اكتر يعني حاجات كتير في الحمام الكينج، شغلت فيه كذا حاجه ودخلت فيه تهجينات. في فيديو برضه هعمله لحضراتكم الكينج مع الحمام الروماني، الكينج مع الحمام الروماني. ان شاء الله انتظروا الفيديو ده المره الجايه انزله لكم. بفكركم تاني تشترك في القناه. اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمه الله.